السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة. النهارده يا جماعة قلت اعمل بقى ايه، شوية كريب. قلت بقى نعمل كريب حلو هيعجبكم اهو. مقاديره بسيطة جدا وفي منتهى النظافة والجمال زي ما انتوا شايفين كده. انا اهو بسويه، بصوا بيطلع زي الفل. يلا بينا بقى نجهز الشاورما اهي. انا عاملاها ومنقعاها بقالها في التوابل، بقالها بتاع ساعه كده. وهنا مجهزه الفلفل الالوان، وهنا البصل، وهنا خلصت الكريب خلاص. نبتدي بقى نسوي بقى الشاورما. نجيب الطاسه بتاعتنا نحط فيها قالب زبده كده حلو مع حبه زيت. حطيت البانيه اهو، وحطيت جنبيه البصل عشان اشوحه كله مع بعض. في نفس الطاسه نحط الفلفل الالوان، نبتدي نقلب الخليط كله مع بعضه. خلاص كده انا جمعت اهي الشاورما والزيتون اهو المخلي، وجبت موزاريلا اهي. هنبتدي بقى، وحمرت بطاطس. هنبتدي بقى نجيب الكريبايه اللي انا عاملاها الحلوه دي. شايفين الجمال؟ هما طلعوا 6 وواحده صغيره اهو، واحده صغيره. هما البص 6 اهو، 6 الكوبايتين دقيق. انا كده كده هسيب لكم المقادير في اخر الفيديو. نجيب بقى الكريبايه الحلوه دي كده اهو اهو اهو. انتوا ممكن بقى تخففوا تتخنوا براحتكم. عايزين تتخنوا الكريبايه تبقى اهي او خفيفه. نبتدي بقى نجيب الكريبايه كده. ثواني اجيب معلقه زي ما انتوا شايفين اهي. هنبتدي نحط حبه موزاريلا كده ونحط بقى الشاورما اللي احنا عاملينها اهي، نرصها كده كده اهو. نحط بقى كام واحدة زيتون كده. نبتدي نعمل كده ونروح نحطها بقى ايه على الجريلا اهي. تمام. نعمل بقى واحدة مربعة. انا عايزة اعمل واحدة مربعة. نجيب واحدة كريباية كده او مستطيلة، نعملها برضو ايه بحيث ان ايه ادي كده اهو. نحط الموزاريلا كده، الشاورما، نحط زيتون كده اهو. ونبتدي نلف بقى كده اهو كده اهو اهي زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفه الكاميرا مبينه ولا لا اهو اهي. نحطها بقى على الجريلا هي والكريبايه التانية دي كده اهو. اسويهم وارجع لكم. بصراحه ما عنديش جريلا فاستخدمت الصينيه زي ما انتوا شايفين. نحط حته زبده كده. نبتدي بقى نسوي الكريب كده. انا خلصت الكريب اهو يا بنات. تمام. عملت اهو مستطيل وعملت اللي هو اهو. تمام. انا عايزه اقول لكم على طريقه الكريب. انا قلت لكم في اخر الفيديو دي بقيه الشاورما اللي زادت. طبعا النص كيلو عمل كميه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. النص كيلو عمل كل الحاجات الحلوه دي اهو.
وجبت كايزر عشان ايه للي عايز برضو ايه، لان في زاد مني الشاورما، زادت مني وبطاطس. تعالوا بقى ايه ندوق كده. والله يعني بصراحة الموضوع طلع ناجح جدا جدا جدا. انا اهو، انا بس ايه بوريكم بس اهي. بصوا شايفين من جوه عامله ازاي؟ شايفين؟ بصوا انا عملت الكريب ازاي، عشان طبعا في اول الفيديو حصل كده دروب، معرفتش اصور طريقه الكريب. جبت كوبايتين للمجموعه دي كلها، شايفين؟ ده من كوبايتين دقيق. حطيت على كوبايتين الدقيق كوبايتين لبن، ومعلقه صغيره سكر، ومعلقه ملح صغيره، وحبه فانيليا، بيضايه واحده. وكل المجموعه دي كلها ضربتها في الخلاط، وعشان زفرت البيض حطيت فانيليا عشان تدي ريحه ونكهه للكريب. وضربتهم في الخلاط، بقت العجينه سايله، يعني ولا هي تخينه قوي 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 ولا هي خفيفه قوي قوي. يعني الكميه اللي انا عملتها دي كلها من كوبايتين دقيق على كوبايتين لبن على بيضايه على معلقه صغيره سكر على معلقه ملح على حبه فانيليا. وضربت كل المكونات دي زي ما انتم شايفين، ضربتها في الخلاط وبقت سايله، عجينه سايله تمام. وزي ما انتم شايفين بقيت على طاسه كبيره، على جريل، على اي حاجه مدوره. وبقيت اسوي يعني اجيب بالكبشه كده واحط على في الطاسه وتستوي بقى على نار هاديه. وزي ما انتم شايفين كده، دي طريقه الكريب تمام. اما الشاورما انتوا عارفين الطريقه بتاعت الشاورما، مش محتاجه عندكم في القناه هتعرفوا طريقه الشاورما. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.